الاخت نوره نجم، انا مش عارف سايبه والدها، الراجل بيصعب عليه، ما بيلاقيش حد يجيب له حاجه تعمر الطاسه بتاعته. ما تجيبي له يعمر الطاسه. والله حاجات مؤلمه. بقى انت مش عاجبك الجيش؟ يا خرابي. طيب ما تقولي انا بحب الجيش، جايز نجيب لك عسكري مجند ولا حاجه نجوزهولك، بدل ما يعني بصراحه انت صعبانه علي. قطر الجواز هيفوتك يا بنت يا خلبوصه، انت يا جميل. قطر الجواز هيفوتك، وانا عندي واد مجند 10/10 معاه بكالوريوس حب مصر، هيتجوزك. لان انا عارف الواد ده لو اتجوزك هتقلبي 360 درجه وهتحب مصر. ما تضيعيش الفرصه من ايدك، وهو جاهز مجند في الجيش المصري، من ابناء الفلاحين، حاصل على بكالوريوس حب مصر. وايه بقى؟ عندهم 12 فدان، ولو قلت له اكتب لي حته ارض هيكتب لك، بس بعد ما يتجوزك انت هتكتبي له كل اللي وراك واللي قدامك. اخلعي عشان اجيبهولك. ما هي دي الواقع وهي دي الحقيقه. استاذه اسمها ايه يا عز، اللي كانت بتقول لهم لا ما تحرقوش المبنى ده، احرقوا المبنى التاني. ست اسماء. المستندات عندي، بس انا اللي جاي مزنوق فما لحقتش اجهز. انا ما بقولش كلام الا اذا كان ورقه او صوره او التسجيلات بتاعته معايا. ست اسماء بتدي تعليمات. الله يرحم ايام ما كنت بتشتغل سكرتيره لايمن نور، الله يرحمه. الله يرحم ايام ما كانت جميله اسماعيل بتديكي بالشبشب علشان بتيجي متاخره. بقيتي بتدي تعليمات، بتدي تعليمات تقول لهم ما تحرقوش ده، احرقوا ده. يا بت انت يا بت، لعلمك بقى انا عندي ليكي عريس، واد فلاح صعيدي ملوش حل. واد من العيال الفلاحين الصعايده اللي بسم الله ما شاء الله رقبته تخن كده. وكلمني في الموضوع، قال لي انا هحل عقده اسماء. قلت له ازاي؟ قال هتجوزها، بس شوفها لي يا دكتور والنبي، وان شاء الله بعد ما اتجوزها هخليها تلعن اليوم اللي هي كرهت فيه مصر. ما تضيعش الفرصه. معاه ليسانس انتماء وحب الوطن. راجل معاه ليسانس وفلاح وصعيدي وكله 100 ومعاه ليسانس انتماء وفداء للوطن، حاصل على هذا الليسانس. هيروقك. وعندهم 150 راس غنم، وعندهم 30 فدان، وعندهم 20 بقرة بيحلبوا، وهيبني لك بيت، وعايز يتجوزك قبل ما القطر يفوت. وعارف كل حاجة وما بيقول ما يهمش. انا عارف ان هي كانت بتزقل طوب في ميدان التحرير، وكانت بتقول للعيال احرقوا ده وما تحرقوش ده. هي بس اما اتجوزها ربنا يسهل. اقول ايه؟